منطقة الرقبة ومنطقة الكتف، المنطقتين دول دايما بيكونوا متصلين ببعض. أي ألم في الرقبة بيصاحبه تسميع للألم ده في الكتف، وآلام في الكتف، وممكن يمتد بعد كده للكوع أو للإيد. ولو جيت سألت نفسك السؤال بتاع ليه الاتنين بيسمعوا مع بعض، الإجابة قد تبدو ان هي بسيطة جدا، زي مثلا ان المنطقة دي في الجزء التشريحي بتاعها او الاناتوميكال ستراكشرز زي ما حضرتك شايف كده، المنطقة دي قريبة جدا او المنطقتين دول قريبين جدا من بعض، وبالتالي التسميع في اي منطقة فيها بيأثر على المنطقة التانية نتيجة قربهم من بعض. وتاني سبب معانا وهو الماسكولوسكيليتال سيستم، او بالنسبة للجهاز الحركي للإنسان اللي بيتكون من عضلات بتربط ما بين الاتنين. ومش بس عضلات، ده احنا عندنا حاجة اسمها البريكيال بليكسوس، ودي بتبقى اعصاب زي ما حضرتك شايفها في الصورة كده. الاعصاب دي بتطلع من الفقرات العنقية وبتخرج عشان تغذي مناطق كتير اللي فيها طبعا المنطقة بتاعة الكتف، وبالتالي التسميع اللي بيكون موجود في منطقة الكتف ممكن يكون جاي من الرقبة، والعكس كمان صحيح. بس أنا مش جاي أتكلم معاك في حلقة النهاردة عن إيه هي الحاجات اللي ممكن تصاب بيها الرقبة وتسمع معاك في مفصل الكتف، أو حتى العكس. أنا جاي أتكلم معاك عن حاجة بسيطة جدا، الحاجة دي ممكن تأثر على المنطقتين مع بعض وتسبب وجع شديد. ولو انت رحت كشفت في بداية الوجع ده خالص، ممكن تلاقي ان منطقة الرقبة سليمة ومنطقة الكتف كمان سلام اناتوميكال، يعني بالنسبة للعظم مفيش اي تغيير بدأ يظهر معانا لسه، وتبدأ تحط مراهم، مسكنات، علاج طبيعي، والنتيجة واحدة والألم لسه موجود. طب ايه هي الحاجة دي؟ ده اللي بإذن الله هنتكلم فيه بحلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ في الحلقة كالعادة ما تنسوش انكم تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. انا مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب. يلا بينا بقى دلوقتي نخش في الحلقة. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله دايما تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. زي ما اتكلمنا في مقدمة الحلقة ان المنطقة بتاعت الرقبة ومنطقة الكتف الاتنين دايما بيسمعوا مع بعض ومتصلين مع بعض بشكل كبير جدا جدا جدا. وفي احيان كتير وبنشوف هنا في العيادات ناس كتيرة بيبقى عندها الألم، وبيبقى من كلامها انا رحت كشفت يا دكتور لقيت الرقبة عندي سليمة ولقيت الكتف عندي سليم، بس في وجع بالنسبة لي بحسه، وبالظبط بتبقى في المنطقة الخلفية بتاعة الكتف. ممكن كتف واحد، ممكن الكتفين مع بعض، على حسب شدة السبب اللي احنا هنقوله دلوقتي. طب ايه هو السبب ده يا دكتور؟ وهو الكيفوتيك بوشر. يعني ايه؟ يعني الانحناء للأمام. والحاجة البسيطة دي أي نعم هي بتأثر على كاتيجوري كبير جدا 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 مننا، ناس بتشتغل، ناس قاعدة على مكاتب، ناس في طبيعة الحياة اليومية بالنسبة لها بتنحني للأمام. طب هل الانحناء للأمام بالجسم يا دكتور فيه مشكلة؟ أقول لك لأ، إنما الانحناء للأمام الطويل هو اللي بيسبب معانا المشكلة. يعني إيه؟ إن أنت تفضل منحني لقدام لفترات طويلة اللي إحنا بنسميها prolonged kyphosis posture، يعني الانحناء للأمام لفترات طويلة. طب ده يسبب معانا مشاكل إيه؟ هخليك انت اللي تجاوب على السؤال ده. لو افترضنا ان احنا فضلنا كده جزء طويل احنا طالعين لقدام، انت ملاحظ فيه ايه بالنسبة لك في الكتف، وملاحظ بالنسبة لك في ايه في الرقبة؟ خلينا اسهلها لك اكتر. يعني ايه الفرق ما بين وضعية جسمك في الوضعية دي، وليكن هو انا كأني بكتب حاجة، وما بين ان انا واقف بكلمك ورقبتي مستقيمة والكتفين بتوعي في الاناتوميكال بوزيشن بتاعهم او في وضعياتهم الطبيعية؟ هتيجي تقول لي يا دكتور انا في الوضعية دي حاسس ان كتفي بقى اقصر شوية، والكتف هنا كمان بقى اقصر شوية، ومنطقة الرقبة
نزلت لتحت شويه، والاهم من كل ده ان انا حاسس ان كتفي بدا ان هو ينحني للامام. يعني انا هنا كتفي مستقيم، انا هنا الكتف انا حاسه بدا يطلع لقدام. اقول لك بالظبط، وده اللي احنا بنسميه راوندد شولدر، يعني الكتف المتأرجح للأمام. كلمات العربي صعبة شوية بس امشي معايا، هي أسمائها كده. طب لما الكتف القدام ده ينحني هتحصل مشاكل كتيرة قوي. احنا شرحناها في حلقة هل ممكن ألم الرقبة يسبب معانا ضيق في التنفس ولا لا. احنا شرحنا المنطقة دي بالتفصيل في الحلقة دي، وهسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله، هتلاقوه هنا لو انتم كنتوا بتتفرجوا عليا على اليوتيوب بأمر الرحمن. الحاجة البسيطة اللي حضرتك شفتها دي بتبدأ ان انت تطلع بجسمك لقدام لمدة طويلة، بتسبب لك مشاكل كتيرة قوي وبتسبب وجع معانا. على الاقل ممكن تبدأ معانا بشد عضلي في الرقبة. الشد العضلي ده يبدأ يغير معانا من الاناتوميكال بوزيشن او من الوضع الطبيعي للرقبة، ويبدأ يضغط على الاعصاب اللي احنا قلناها في المقدمة، فاكرها، اللي هي البريكيال بلكسوس، وبالتالي يبدأ يسمع في الألم على طول العصب وعلى حسب المكان اللي بيغذيه، اللي منها منطقة الكتف. وزي ما قلنا ممكن يمتد معانا للإيد أو لإيدين على حسب التأثير وعلى حسب شدة الوضعية اللي معانا. الحاجة البسيطة دي لو احنا استمرينا فيها لقدام بتسبب لنا حاجة أو مصطلح احنا بنسميه عندنا في العلاج الطبيعي الأبر كروس سندروم، زي ما حضرتك شايفها كده. ودي بتبقى مشكلة ناتجة، المشكلة دي كلها بكل المشاكل اللي بتنتج عنها، بكل الأعراض اللي بتنتج عنها وهنبقى نتكلم عنها، بتنتج بس أو من الأسباب الرئيسية فيها هي الوضعية البسيطة اللي بدأت حضرتك إن أنت تعملها. طيب إيه الحل بقى؟ أقول لك إن إحنا لو شغالين وطبيعة شغلنا بتفرض علينا إن إحنا دايما نطلع بجسمنا لقدام، خلينا نستخدم قاعدة 30-10، ودي قاعدة سهلة قوي. يعني كل نص ساعة ريح 10 دقايق، وابدأ ارجع بظهرك لوضعه الطبيعي، وابدأ رجع جسمك لوضعه الطبيعي. او يا حبذا كمان لو انت قدرت ان انت تتحرك من مكانك هيبقى افضل وافضل بكتير. ولو انت كمان قدرت انك في ال10 دقايق الراحة اللي انت واخدها دي تبدأ تعمل تمرينات استطالة بالنسبة لك للمنطقة دي عشان تحميك من الانحناء الامامي للجسم، هيبقى افضل وافضل. طب ايه هي التمارين دي يا دكتور؟ هنتكلم عنها دلوقتي. اول تمرين معانا هو تمرين استطالة عادي جدا. بتحط ايدك ورا راسك واحنا شرحناه اكتر من مرة، وتبدأ انك ترجع بظهرك لقدام زي الشكل اللي حضرتك شايفه كده، وتفضل مثبت 10 ثواني، ثم بعد ذلك تبدأ انك تريح تاني، ثم بعد ذلك تعمله تاني، وهكذا. تمرين سهل وبسيط جدا جدا، مش هياخد من وقتك اي حاجة، ولكنه كمان مفيد جدا. تقدر تعمله 3 مرات في اليوم، المرة الواحدة 10 عدات. تاني تمرين بالنسبة لنا هي تمرين تقوية للعضلات الخلفية وكمان الأمامية بالنسبة لنا للرقبة، وهي إن أنا بحط إيدي هنا بالشكل ده، وأبدأ إن أنا أقاوم حركة الرقبة لقدام مقاومة بسيطة، مش مقاومة كبيرة، مقاوم بس كده، مجرد مقاومة للحركة، وابدا ان انا ارجع تاني، وهكذا. تقدر برضو تعمل التمرين ده 10 مرات في اليوم، ما فيهوش اي مشكله. تالت بقى تمرين بالنسبه لنا هو تمرين بيشتغل على كل العضلات اللي احنا اتكلمنا فيها في المناطق اللي احنا شرحناها في الحلقه كلها. بيشتغل على العضلات بتاعه الكتف، بيشتغل كمان على عضلات الرقبه، بيحافظ على الالاينمنت او التواجد الصحيح والشكل الصحيح للجسم بالنسبه لنا، الا وهو البوش اجينست وول، او بالبلدي كده ان حضرتك بتزق الحيطه، وهنشرحه دلوقتي حالا. ببدأ أحط إيدي على الحيطة. التمرين ده ليه أكتر من وضعية وشرحنا الوضعيتين بتاعته، ولكن مهم سواء كان في الوضعية اللي إحنا بنشرح فيها دلوقتي وهي الوضعية دي، تأكد إن بس ما يكونش ظهرك طالع لقدام. مهم جدا إن تبقى الرقبة والظهر في الأناتوميكال بوزيشن بتاعها زي ما أنا عاملها كده بالظبط، وبتبدأ حضرتك تقاوم الحيطة لحد ما منطقة الراس توصل ناحية الحيطة، وبعد كده ترجع تاني. وعشان تعرف ان حضرتك عملت التمرين صح، بتبدأ تحس بستريتش فوق في اخر، يعني في اول الظهر كده من فوق، بتبدأ تحس بستريتش للعضلات اللي موجودة في المنطقة دي.
فبتبدا تعمل التمرين ده كده 3 مرات في اليوم. المره الواحده مثلا ممكن تكون 10 عدات، عايز تزود مفيش اي مشكله. التمرين ده ما فيهوش اي مشاكل خالص، المهم ان انت تعمله صح، والاهم ان انت تحافظ على وضعيه جسمك في الستارت بوزيشن لحد ما توصل لحد الاند بوزيشن، ان منطقه الرقبه تلمس الحيطه بالنسبه لك، عشان تبقى متاكد ان انت عملت الاسترتش او الاستطاله بشكل صحيح. والثلاث تمارين اللي احنا شرحناهم في الحلقه بتاعت النهارده اعتقد تمارين بسيطه جدا وتمارين سهله جدا، وعلى قد ما هي بسيطه على قد ما هي حمت ناس كتيره قوي وفادت ناس كتيره قوي 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 من وجع شديد ما كانوش عارفين سببه ايه. بس كده دي كانت نهايه الحلقه بتاعت النهارده. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقه وحضرتك بتتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتنزل تكتب لي في الكومنتات تحت المواضيع اللي حضراتكم حابين ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. وما تنساش اللايك، خلينا نوصل الفيديو ده ل 100 لايك باذن الرحمن. ولو بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تدعمني بلايك ومنشن وشير. اتشرف ان حضراتكم تتابعوني في اي بلاتفورم انا بكون موجود فيها اونلاين، فيسبوك ويوتيوب بنفس عنوان حكيم اعصاب، انستجرام والتيك توك باسم مصطفى سليم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه قريب جدا. سلام عليكم.